السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا رمضان داخل علينا، كل سنة وانتم طيبين يا رب، ويجعلها أيام مباركة عليكم جميعا، ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. جبنا كده بزلة، مش لازم تجيبي كمية كبيرة مرة واحدة تتعبي نفسك، لا، هتجيبي كده مثلا 4 كيلو ب2 كيلو كيلو، فرطيه وفرزيه كده مع نفسك وبالراحة عشان المصاريف وفي نفس الوقت قدامنا حوالي شهرين قبل ما نخلص الخزين بتاعنا. فأنا بجيب كده 4 كيلو ب4 كيلو. هنا معايا 4 كيلو بزلة، هنشوف طلعوا كام كيلو، طلعوا قد ايه، هنفرزهم مع بعض في الفريزر وإن شاء الله مش هياخدوا مكان. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اغسلها بقى غسلة حلوة كده واجيلكم. نحط مية على النار، حلة كده فيها شوية مية، الكمية مش كبيرة عشان ايه نقسمها ولا حاجة، لا، المية كده قربت تغلي اهي. احط معلقة ونص من السكر، تمام، وهنحط بقى البزلة كلها زي ما انتوا شايفين. بصوا الحباية مكلبظة ازاي طلعت حلوة مسكرة. جيبيها خضرة البزلة، جيبيها خضرة تبقى جميلة جدا. ما تجيبيش اللي هي القشرة بتاعتها من بره مصفرة، ما بتستويش بسرعة ومش حلو. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هي هتسيب البزلة شوية على النار حوالي 10 دقايق. بتعوم على الوش كده، البزلة اللي بتتفرز تبقى كويسة كده، بتعوم على الوش. خلاص كده هننزلها لو عامت على الوش. طبعا لسه في شوية طفوا على الوش كده وفي بقيتها لسه. هنغطي عليها 5 دقايق ولا 10 دقايق كده ونرجع لكم تاني. مصفى بقى وطبق كده زي ما انتوا شايفين، عشان نشيل البزلة كده نشيلها كده بالمصفى ونفضيها في قلب الطبق او المصفى. لسه طبعا اهي كلها مش طفت على الوش، لسه في شوية تحت. هسيبها بقى 5 دقايق كمان وارجع لكم. خلاص كده البزلة خدت وقتها وطفت كلها على الوش. بسم الله، نشيلها كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي حبيب قلبي، صلوا على الحبيب قلبكم يطيب. حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هي خلاص كده، سيبها بقى ايه تبرد خالص براحتها. اوعي تحطيها في الأكياس وهي سخنة، حطها على حاجة كده، فردها على حاجة واسعة كده شوية تبرد براحتها. سيبها حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع تبرد خالص، وارجع لها تاني وهي دافية. حاجات بسيطة فترة كده يعني. خلاص كده اهي البزلة دي عجباني جدا، مسكرة وخضرة ما شاء الله عليها يعني. هنجيب بقى اكياس لبن كده او اكياس تخزين. عندك ورق اللي هو اطباق الفويل دي مفيش مشكلة، بس انا بحب الاكياس دي مبتاخدش مكان. هنعبي بقى، شوفي انتي بتستخدمي في الطبخة كام قد ايه يعني الكمية. انا هنا حطيت 370 جرام. انا يعني انا لقيت نفسي بعمل شويه دول كده كل مره، ويدوبك بيقضونا او يعني بيكفوا عشان احنا ملناش في الحاجات دي قد كده يعني، طبخ وكده، عشان ما نرميش حاجه. هي الكيسه على قد الطبخ. انا شفت بالويم كده هعمل قد ايه، ولقيت نفسي طلعوا 370 جرام. هنعمل نفس الكيس كده حتى اخر كيس والله يجي نفس الوزن، سبحان الله. هنطلع بقى الهواء كويس جدا، كويس على قد ما تقدري طلعي الهواء اللي جواها كده، مش هتاخد مكان في الفريزر. ان شاء الله تطلع معاكم زي العسل. انا اول مره اجرب الطريقه دي، برضه هبقى اقول لكم كده ايه عملت معايا ايه. انا بصراحه كنت بخزنها وهي خضراء من غير بقى ميه ولا سكر ولا الكلام ده، لا، انا كنت بخزنها خضراء وتطلع جميله والله. بس انا قلت اجرب الطريقه دي وما كانتش بتاخد سوا خالص والله يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
هعمل معاكم كمان كيس اهو. هما كلهم كده يا حبايبي ال4 كيلو بزلة جابوا كيلو و400 وحاجة، يعني كيلو ونص. طبعا انا لسه هجيب 4 في 4 كده ايه مع نفسي، بس انا حبيت اوريكم الطريقة اللي انا بعمل بيها. انا اسبوع كده 10 ايام وهجرب كيس ان طلع كويس يعني وحلو في الطبيخ، هعمل تاني بنفس الطريقة. ما لقيتوش كويس انا مش هعمل نفس الطريقة، انا هجيب البزلة افرزها كده في قلب الكيس، يعني هعملها واحطها في الكيس، احطها في الفريزر. انا اول مرة يا حبيبي اتجرب الطريقة دي، اللي جرب الطريقة دي يكتب لي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص كده اهو نفس الطريقة، تخليش فيه هوا، حاولي ما تخليش فيه هوا في قلب الكيس، فرغي منه الهوا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خلاص كده يا حبيبي، اخلص بقى الباقيين دولت واجيلكم. خلصتهم اهو، جم 4 اكياس قد بعض بالظبط يا حبيب قلبي. هنشوف بقى اهوت بوزنهم لكم كلهم، جم كيلو 400 وحاجة، يعني كيلو ونص. مش عارفة بقى كده كويسة مطلعة يعني الكمية كويسة ولا ايه، بس في ناس عملوا الطريقة دي وعجبتهم. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير. مع الف سلامة.